السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا ادخلي بقى على الفريزر بتاعك وهاتي البواقي اللي عندك، اي بواقي عندك ممكن تجيبيها. عندك بواقي مفروم، حتة فرخة صغيرة، اي حاجة باقية عندك هاتيها وتعالي، وهنعمل احلى طبق مكرونة تحفة. حلو جدا، شكله تحفة، وفيه قيمة غذائية عالية جدا من الحاجات اللي هنحطها من بواقي الفريزر. بس اهم حاجه ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو والاشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس. نقول بسم الله ونبتدي. اول حاجه حطيت حله على النار وحطيت فيها ميه، اول ما غليت نزلت عليها بمعلقه صغيره من الملح، ونزلت بكيس مكرونه. كان عندي المكرونه دي جوجع، نزلت بيها. شكلها حلو قوي، وعلى فكره هي باينه شكلها صغير بس لما بتتسلق بتكبر. فاحنا برضو نخلي بالنا لما تيجي تشتري، في نوع كبير قوي وفي نوع دوت وسط. فهاتي النوع ده لان هي في الميه وهي بتتسلق بتكبر معانا. هنديها تقليبه ونسيبها حوالي 7 دقايق، نخلي بالنا علشان ما بتقعدش كتير. بعد ما المكرونه اتسلقت وصفيتها وميتها، خدت نفس الحله حطيتها على النار وحطيت فيها شويه زيت حلوين، ونزلت ببصلايه مقطعه قطع صغيره، اقلب فيها لغايه ما تدبل. انا مش عايزاها تاخد لون براون، انا عايزاها تدبل بس، لان لسه هنزل عليها بحاجات تانية عشان ما تغمقش معايا. ودخلت بقى الفريزر ولقيت كده كام كيس جبتهم. لقيت كيس فيه حته لحمه مفرومه معصجه، شايفينها متلجه. رحت مطلعاها وجايباها وفتحتها، هنزلها على البصله، شايفينها متلجة زي ما هي. نزلتها على البصلة، ولقيت برضو كيس تاني صغير كده فيه برضو لحمة معصجة بالجزر. دايما لما اجي اعمل العصاج بروح واخدة معلقتين شايلهم في علبة او في كيس وبرميهم في التلاجة، بحتاجهم في وقت زي دوت. نزلت بقى بالكيس اللي فيه اللحمة المعصجة بالجزر، شايفين زي ما هي متلجة. هقلبها تقليبة وانزل عليها برضو بشوية جزر مبشورين كانوا عندي برضو في الفريزر. أكلة النهاردة ما كلفتنيش، كله من بواقي عندي. زي ما بقول لكم أي حاجة بتتبقى عندي بشيلها على طول في الفريزر. يوم زي ده بروح مطلعها، الجزر برضو متلج، أول ما أحطه على النار ويشم النار على طول كل ده هيسيح مع بعض. أديهم تقليبة كلهم مع بعض، ولقيت برضو كيس في فلفل ألوان، قلت الله على الجمال، حلوة قوي، هتكمل بقى الأكلة كلها هتكمل. رحت نازله بقى بالكيس اللي فيه الفلفل الالوان مقطع قطع صغيره، بس هو كان مفتوح عشان كده جاله تلج. فنزلت بيه كده وهقلبهم بقى كلهم مع بعض، واحط معاهم كمان حته هريسه شطه حمراء. الله على الجمال، تحفه. هريسه الشطه دي طبعا اختياري، ممكن ما تحطهاش. هقلبهم كلهم كده مع بعض زي ما انتم شايفين. وكنت لسه بقى عامله حالا صلصه الطماطم، عاملاها لسه سخنه، يا دوبك مصفياها وسايباها عشان تبرد. هاخد بقى منها واعمل بيها المكرونه صلصه طازه، وشايفين فريش وصلصه طبيعيه ما فيهاش اي مواد حافظه خالص، ولونها حلو جدا. هنزل عليها ب5 كبشات من الكبشه اللي في ايديا. كيس المكرونه بياخد مني 5 كبشات من صلصه الطماطم، وانزل عليهم بالملح بتاعنا. كيس المكرونه بياخد 3 معالق من معلقه البهارات دي، مش معلقه الشاي، لا معلقه البهارات بتاخد 3 معالق صغيره. واحط فلفل اسود وزعتر او ريحان، وطبعا رشه السكر اللي هتخلي المكرونه سكر. ونقلبها مع بعض ونغطيها ونسيبهم بقى يبقبقوا كده مع بعض شويه. زي ما انتم شايفين الصلصه بقى بالخلطه اللي احنا عملناها عماله تبقبق وشكلها حلو جدا. بس مش هنخليها تنشف، لازم بحب اخليها جوسي كده، ما اخليش المكرونه الصلصه عليها تبقى ناشفه، بحبها تبقى جوسي، يبقى نخليها طريه شويه. هنزل عليها بقى بالمكرونه اللي احنا صفيناها، طبعا انا بشطفها، شطفتها ورحت نزلتها كده على الصلصة وقلبها. الله على الجمال، شايفين بجد تحفة. طبق مكرونة كامل متكامل في كل العناصر، حلو جدا. اللحمة المفرومة البروتين، وفي الفلفل الألوان والجزر، بص، والبهارات، تحفة. طبق بجد حلو جدا جدا. خلصنا بقى طبق المكرونة بتاعنا اللي ما كلفناش يعتبر حاجة. رحنا الفريزر طلعنا الحاجات اللي فيه البواقي، شايفين البواقي بتنفع قوي. زي ما بقول لكم لما باجي اعمل العصاج باخد معلقتين واروح شايلاهم. لو عاملة شاورما، عاملة اي حاجة، او فاض من ولادي حتتين فراخ صغيرين كده، لو فاض منه بشيلهم في الفريزر، بينفعوني في اي حاجة. النهاردة اكلتنا ما كلفتناش حاجة الا كيس مكرونة كان عندي،
والباقي كله كان في الفريزر. الحاجات دي بتنفع جدا، ما تستهونوش بيها. طبق حلو جدا وكامل متكامل في كل العناصر. حلو قوي لاولادك وهم جايين من المدرسه جعانين، بتعمليه بسرعه، او وجبه غدا بتعمليها لاولادك ولاسرتك كلها. بيبقى حلو جدا وتحفه. يلا بقى طلعي اللي في الفريزر واعملي الطبق ده، واهم حاجه ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.